دمشق لا تقرر وليس لها رفاهية القبول أو الرفض. لذلك نعول كثيرا على موضوع المصالحة، مسار السلام في تركيا. وإلا بالمنطق نحن يعني لازم نقول أنه طيب أوكي، المسألة الكردية هي مسألة مشتركة صح، ولكن في النهاية هم لهم مسارهم وخريطة طريق خاصة بهم، ونحن في سوريا لدينا. ولكن لأننا أمام دولة غير مكتملة الأركان، وأمام سلطة تفتقد إلى الحنكة التي تستطيع من خلالها جمع كل الأطراف المتناقضة والمتعارضة، ولأن هذه السلطة تتبع إلى حد كبير التعليمات و يعني أعتذر عن كلمة التعليمات، عن الرغبات التركية. فبالتالي نحن مضطرين انه نضل عم نراقب المسار بين الاداره الذاتيه ودمشق، وعين ثانيه على انقره. اعتقد يعني هناك ايضا يعني الحضور الاقوى الان بالنسبه للبنتاغون. يعني الان الحضور والرؤيه هي رؤيه البنتاغون وليست الخارجيه الامريكيه التي كان يقودها بشكل او باخر توماس بارك. إذا لم يتم الاتفاق حول شكل دولة، أعتقد يعني مسار اندماج قوات سوريا الديمقراطية النهائي، وأنا أقول نهائي، لن يتم. لكن هذا المسار ربما يعني المسار الحالي يسير إلى حد معين، إلى درجة معينة، كي لا يحصل ما هو الأسوأ، خاصة أن خطاب السلطة يعني يستفيد إلى الحد الأقصى من التجربة القطرية، وهي أسوأ التجارب على الصعيد الإعلامي وأخبثها على الإطلاق في المنطقة. والتجربة التركية أيضا يعني استخدام كل الأدوات التي تجعل يعني الخلافات بين الإثنيات والمناطق والأديان والطوائف قائمة. يوميا نشاهده على وسائل الإعلام التابعة للحكومة والمقربة منها، يعني لا يمر يوم بدون إثارة قضية من نوع ما، والتشكيك والتخوين وخطاب الكراهية الذي وصل الأمر أعتقد أن هناك مئات الدعاوى المرفوعة على السوريين مؤيدين لسلطة الشرع في الدول الغربية.